السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، ازيكم يا كل مشاهدين. كل سنة وانتم طيبين وتقعدوا لها بخير يا رب. النهارده 15 رمضان. طبعا احنا ما كناش المحشي من اول اليوم، من اول يوم. فطبعا هف علينا، حبينا بقى نعمله بقى النهارده. عملنا ايه؟ محشي كرنب، وكان عندي بتنجان مخزناه في الفريزر، ان شاء الله بقى اوريكم بتخزن ازاي بتنجان المحشي اهو يا حبايبي. وفلفل، وبردك ورق العنب اللي مفرزاه في الفريزر. ان شاء الله من غير ما اقطع الحاجات دي هوريها لكم على القناه. ما بشتريش حاجه طول ما الحاجه غاليه. انا ما بشتريش حاجه يا حبايبي طول ما الحاجه غاليه. فانا حبيت اوريها لكم واوريكم سفره ام زياد شكلها ايه. هي حاجه بسيطه ومن البيت، انا ما بشتريش حاجه، لان انا طول السنه ببقى اجيب حاجات، ما اكون حاجه رخيصه بجيبها اخزنها. وحبيت اوريها لكم يا حبايبي. البتنجان ممكن اجيبه بدل ما اجيبه ب 12 جنيه او ب 15 جنيه والكلام ده، وبسمع ب 30 والحاجات دي، لا. عندي بقى بيوصل 5 جنيه، انا بجيبه واعمله في الفريزر، اخزنه في الفريزر. نفس النظام ورق العنب مثلا ب 20، مثلا بيطلع ب 60 جنيه، لا بستنى عليه ما يكون ب 20 جنيه اجيبه واخزنه وبيفضل في الفريزر. فانا حبيت يا حبايبي اوريكم النهارده ايه الفطار بتاعنا. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.